عمل واحد يمحي جميع ذنوبك وإن فعلت الكبائر. من تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات وأنزله منزل صدق وأحبه واجتباه. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ابن القيم رحمه الله: قد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد تضمن سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وقد روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه الألباني في سنن ابن ماجه. كما يتفاوت التائبون في الفضل بحسب صدقهم في التوبة وبحسب ما هم عليه من العمل الصالح. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. وليس كل التائبين على درجة واحدة في الفضل، وليس كل من تاب دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب وأصاب الفردوس الأعلى، ولكن منهم من يصيب ذلك بصدق توبته وحسن إنابته ودأبه على العمل الصالح دهره، لا يكاد يفتر لسانه عن ذكر الله، قلبه وبدنه مشغول بطاعة الله ومحبته وخوفه ومراقبته فيما استطاع. فمن أراد الفردوس الأعلى جد واجتهد في العمل الصالح حتى يلقى ربه وأحسن الظن بالله وسأله من فضله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالتوبة الصادقة يبدل الله بها السيئات، كل السيئات حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واعلم أن التوبة طريق إلى محبة الله تعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.